السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. هنعمل ايه النهاردة ان شاء الله؟ انا كنت محتارة بصراحة في الغداء اعمل ايه. انا عايزة اعمل اكلة كده بقالي كتير ما اكلتهاش، عملنا كل الخضار والحمد لله على كل نعم ربنا اللي مدهنا. فقررت بقى النهاردة عايزة اعمل اكلة كده بقالي كتير ما عملتهاش، وكمان يكون طعمها حلو. فقلت ايه، انا عندي فرخة بلدي، فدي احلى حاجة تتعمل على شوربتها شوية قلقاس مظبوطين او شوية ملوخية. طب الملوخية احنا لسه اكلينها، فقررت كده ان انا اعمل شوية قلقاس، وكمان عندي قلقاس متفرز. بس بصراحة كده لقيت السلق لسه كويس في السوق، فقلت اوفر اللي انا مفرزاه واجيب طبعا طازة واخلي التاني لما ما يكونش فيه. اول حاجة هنا عندنا فرخة بلدي، طبعا اي حاجة عندك. عندي هنا حزمة كزبرة كبيرة جدا، القلقاس يعني حزمة كزبرة متوصية للتقلية. وعندي هنا برضو يعني كده تقدري تقولي حزمتين سلق، حاطة مية بتغلي على النار. عندي هنا الحاجات اللي هطعم بيها الشوربة حاجات بسيطة جدا. عندي بصلاية كبيرة، عندي كام فص حبهان كده حوالي 6 فصوص، وعندي نص معلقة فلفل اسمر. وده كل اللي هطعم بيه الشوربة. انا عايزة اكل كده يكون خفيف، مفيش بهارات كتير، له طعم بس من غير بهارات كتير. خلينا بقى نروح على البوتاجاز ونقول على بركة الله. نشوف كده المية غلت بتاعت الشوربة. يلا ننزل بالبصلايه والحبهان اللي قلنا عليهم والفلفل الاسمر، ما بنحطش ملح دلوقتي، ونسيبهم كده يغلوا مع بعض لمده 5 دقايق، عشان كده تديكي ريحه وطعم الشوربه قوي قوي. لازم تسيبي البصله تغلي فيها شويه، يعني 5 دقايق كده. نشوف كده بقى الميه بالبصله، ايوه كده تمام جدا، واضح ان هي بتغلي. ننزل بقى بسم الله كده بالفرخه ونسيبها تتسلق. انا ما طلعتش كيس القلقاس دلوقتي، لما الفرخه تقرب تتسلق شويه اطلع الكيس اللي انا مفرزاه. طب انا هطلع قد ايه؟ يعني اللي انا الكيس اللي انا مفرزاه ده حوالي كيلو على كميه الخضره اللي انا قلتها. انا هنا طبعا غسلت الكزبره وقطعتها لاني هضربها في الكبه، فقطعتها اي تقطيع كده بس برضو يعني مش كبير قوي. قدامك بقى حل من 2 للسلق. في ناس بتعمل القلقاس بالسلق المحمر، انا صراحه ما بحبش السلق المحمر، بيغمق القلقاس قوي، وانا مش بحب يعني ان انا اكل حاجه يعني يبقى لونها غامق قوي كده. انا بحب اكل الاكل وهو شكله كده جميل ومظبوط. فهعمل ايه؟ قدامي حل من 2، يا احط السلق في حاجه واسعه واكب عليه ميه بتغلي مثلا من الكتل، واسيبه مثلا لمدة 5 دقايق، او اخده هو نفسه السلق نفسه احطه على النار في كسرولة صغيرة، واحط عليه حوالي كوباية مية واسيبه برضو لمدة 5 دقايق يتسلق، مش اكتر من كده. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هسلقه لمدة 5 دقايق. بعد ما سلقت السلق اهو، خدت عليه كبشة، بس انا طبعا غسلاه كويس جدا قبل ما اسلقه ومنقياه طبعا. خدت كبشة من المية اللي بتتسلق فيه وحطيتها عليه علشان لما اجي اضربها في الخلاط. عندنا الكزبرة برضو مغسولة ومتنضفة كويس قوي. هعمل ايه بما اني هشغل الخلاط؟ احنا بقى هنستنى الفرخة تتسلق وبعدين نعمل؟ لا، احنا هنحضر حاجتنا عشان نخلص الاكل بسرعة. هعمل ايه دلوقتي؟ السلق هضربه في الخلاط بشوية المية اللي عليه، وكمان الكزبرة هضربها كويس جدا في الكبة من غير توم. لو عايزه شويه قلقاس مظبوطين ما تحمريش التوم مع الكزبره، التوم هيتحمر بسرعه والكزبره هتبقى نيه وهيبقى القلقاس ملهوش طعم. خلاص حضرنا الخضره، نشوف بقى الفرخه اخبارها ايه. انا هنا كل ربع ساعه بقلب الفرخه على ناحيه شكل، علشان طبعا اضمن السوا من كل يعني النواحي، وخصوصا كمان لو انتي جايباها فرخه طازه. انا دي مبيتاها في الفريزر بقالها 3 ايام. انا بحبش اجيب فراخ اعملها في نفس اليوم او اعملها مثلا بعديها بيوم على طول، لا انا لازم تكون قاعده يومين 3. ما عدا طبعا المشويه لازم تتجاب من عند الراجل، لازم تتبل وبعدين تعمليها، ما ينفعش تتلجيها. لا مش ما ينفعش، هو ما بيبقى لهاش بس طعم، لكن وهي طبعا طازه بتشرب التتبيله بتاعتها كويس قوي. هنغطي ونخليها تكمل سواها على نفس النار العالية، ما نغطيش نار على فراخ بالزيت. خلاص كده حضرنا السلق، ضربناه في الخلاط، والكزبرة ضربناها في الكبة. ونسينا خالص نرحب بمشتركينا الجداد في اول الفيديو، بنقول لكم نورتونا. شكرا جدا على التفاعل الا على الفيديوهات الصغيرة، وشكرا جدا على اللايك اللي بيفرحنا. عقبالي يا رب ما تبقى على الكبيرة ان شاء الله، على الفيديوهات الكبيرة. بنقول لكم نورتونا جدا. الفرخة كده بقالها ساعة وتلت. نملح بقى، عندي هنا 3/4 معلقة ملح،
بس مش هرمية يعني. نملحها كده ونسيبها لمدة 10 دقايق تشرب بس ملحها عشان نكمل، وبعدين هنطلعها طبعا بعد ال10 دقايق هنطلعها. خلاص صفيت الشوربة من البصلة وخدت المعيار اللي هحطه للقلقاس. تعالي بقى ندهن الفرخة دي كده حتة زبدة، بس فكنها على النار طبعا عشان احنا عارفين ان احنا بنحط الحاجات دي في التلاجة في الصيف. ندهنها كده حتة زبدة ونحمرها جوه الفرن يا ست الكل، وناخد كده طعم الزمن الجميل النهاردة في الاكل. نديها بقى رشة فلفل اسمر برضو صغيرة كده، وشوية برضو ملح كده. احنا ملحنا طبعا في الشوربة، فالفراخ طبعا اتملحت بس. وادخلها بقى الفرن تتحمر. هنا طبعا طلعت كيس قلقاس من اللي انا مفرزاهم، ده تقريبا كده داخل على كيلو الا ربع او كيلو الا ربع، مش مفرزة الكيلو كامل. عندي شوية كمان هحطهم عليه علشان يبقى على قد مقدار الشوربة اللي انا حطاه. نيجي بقى للشوربة. الشوربة اهي والقلقاس اهو فضيته في طبق. ننزل بقى دي على شوربة مغلية كده، واول ما يبدأ يغلي جامد نهدي النار عليه شوية، بس الاول يغلي طبعا جامد. خلاص كده الوقت داخل على ربع ساعة، مش ربع ساعة كاملة. حطيت بقى مكعب ماجي وربع معلقة ملح صغيرة املح القلقاس. خلاص القلقاس كده داخل على السوا، وكمان هنزل بالسلق اللي ضربناه في الخلاط. عندي على الناحية التانية ما بخليش بقى السلق يقعد فيه كتير، يعني كده على بال ما احمر الكزبرة والثومة هيكون طبعا خلاص كده تمام. عندي اهو اغطي بس كده واوارب الغطا. عندنا هنا كده معلقتين سمنة. ننزل بقى كده بالكزبرة الاول من غير الثومة ونحمرها، بس ايدك بقى رايحة جاية فيها الاول كده بس على بال ما تبدأ كده يعني تتجاوب معاكي. علي النار عليها وبعد كده على نار هادية. اول بقى ما الكزبرة تبدأ كده يعني تخشن شوية تحت المعلقة، يبقى معنى كده ان هي بدأت ايه تتحمر. نروحوا بقى نازلين كده. انا هنا عندي 5 فصوص ثوم مفرومين على الكزبرة. علي بقى النار وخلي ايدك فيها، مش هتاخد وقت لان نازلة على تقلية سخنة. الثومة مش هتاخد وقت، خلي ايدك فيها لحد ما تتحمر. هنا كده الثومة اهي بقت ذهبي خلاص، يبقى انا كده خدت تقلية مظبوطة جدا. نروح بقى كده رايحين بسم الله على القلقاس. الله على الروايح، بجد روايح كده الزمن الحلو. بسم الله. بسم الله. خلص كده القلقاس التحفه ده اللي كده ريحته تجيب لاخر الشارع. الله على شويه القلقاس التحفه دول، الله على الجمال. والله يا ست الكل انتي ما ينفعش تفوتي الفيديو النهارده. الغدا النهارده كده بطعم الزمن الجميل. شويه القلقاس كده المظبوطين جدا دول، وكمان الفرخه المحمره كده وحبه رز بشعريه. يلا طلعي كيس القلقاس اللي متفرز عندك واعمليه كده. واوعي بقى تنسي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واوعي تنسي من كرمك اللايك الحلو اللي بتحطوه لنا. وشكرا جدا على التفاعل اللي على الفيديوهات الصغيره، نتمنى طبعا يكون على الكبيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.